السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن جامعة القاهرة، واحدة من أعرق الجامعات اللي موجودة في الشرق الأوسط كله. فكرة جامعة القاهرة ابتدت من أيام علي باشا مبارك ويعقوب أرتين، لما فكروا إن هم يجمعوا كل المدارس العليا كلها في مكان واحد، وتكون حاجة عصرية وتدرس بأسلوب عصري زي جامعات أوروبا. والأفكار دي طلعت في أواخر التسعينات من القرن ال19. والتاريخ مش هينسى إن الكاتب الصحفي جورج زيدان فكر إن هو يتعمل فرع من الجامعة الأمريكية في بيروت، يتعمل هنا وتكون دي نواة جامعة أهلية. وكتب الكلام ده في الجريدة بتاعته اللي هي جريدة الهلال، كتبها في مقال سنة 1903. وجريدة المقتطف في سنة 1903 برضو أيدت نفس الكلام. وكان محمد عبده طرح نفس الفكرة، اتحمس ليها المنشاوي باشا وفكر ان هو يعمل جامعة برضه أهلية تكون فوق أرضه في منطقة القناطر، بس هو مات قبل ما الفكرة تتنفذ. وفي سنة 1904 الزعيم مصطفى كامل اتحمس جدا للفكرة وكتب الكلام ده في مقال في جريدة اللواء. ورجع كتب الكلام ده تاني في جريدة اللواء 1905، وقال لك ده أساس الفكرة لنهضة علمية كبيرة في مصر، وتبقى تطلع جيل من المتعلمين والمثقفين يساهموا في مقاومة الإنجليز. واقترح اسم الجامعة دي تبقى اسمها محمد علي، على اسم محمد علي باشا الكبير. واختار الاسم دون علشان يجذب الخديوي وأمراء الأسرة المالكة إن هم يساهموا بفلوس، لأن مشروع زي كده بيبقى عايز فلوس كتير. بس كان في خلافات بينه وبين الخديوي وقتها، وهو دعا لنبذ الخلافات اللي موجودة علشان فكرة الجامعة دي تتعامل. وطبعا ما ننساش ان هو هيلاقي معارضة كمان من الانجليز نفسهم المحتلين، لان هو كان ضد. ولما دعا وفكر في الأسرة الملكية استجاب للمبادرة دي واحد اسمه الأمير حيدر، الأمير حيدر فاضل، وقال لك ماشي أنا هتبرع وهساعد في لم التبرعات من العيلة المالكة عشان الفكرة دي تتم. بس للأسف لما الخديوي عرف إن مصطفى كامل ورا موضوع التبرع دوت ما تحمسش كتير، وابتدت الموضوع ينام شوية. مصطفى كامل طبعا ما يئس من الفتور دوت، بعت للشيخ علي يوسف اللي هو صاحب جريدة المؤيد وحمسه وقال له طيب عيد نشر الفكرة وادعوا لاكتتاب عام. وفعلا الشيخ علي يوسف عمل كده ودعا لاكتتاب عام وقال انا هكتب اسم كل اللي اتبرع للمشروع الوطني ده. وبالفعل الشيخ علي يوسف عمل كده ونجح في الخطة دي. لكن مصطفى كامل اصطدم طبعا بالإنجليز واضطروا لإبعاده، فهو بعد شوية عن المشروع ده. مين اللي مسك بعديها فكرة المشروع ده واقتنع بيه؟ سعد باشا زغلول. واتعملت لجنة تحضيرية كان سعد باشا زغلول رئيسها، وقاسم أمين السكرتير بتاعها، وحسن بيك سعيد وكيل البنك الألماني الشرقي أمين للصندوق بتاع اللجنة دي. وابتدوا الشغل. بس في حاجة، كانوا عايزين حد من العيلة المالكة هو اللي هو يكون رئيس للجنة دي، لأن سعد زغلول كان وكيل، فقالوا يفضل إن هم يسيبوها لواحد من العيلة المالكة يبقى هو رئيسها وسعد زغلول يبقى هو الوكيل، علشان لما حد يبقى من العيلة المالكة يبقى في تحمس أكتر والفلوس التبرعات تيجي والمشروع يتم. ففكرة ذكية. فالخديوي عباس حلمي قال لك خلاص انا هعين رئيس للجنه، هعين مين؟ الامير احمد فؤاد. واحفظوا الاسم ده كويس لان الجامعه بعد كده هتبقى اسمها جامعه فؤاد. وبالفعل اجتمعوا بالامير احمد فؤاد في القصر بتاعه والبلان بتاعهم كان هيبقى على حاجتين، ان هم اول حاجه ان هم يبعتوا مبعوثين يدرسوا بره ويرجعوا يبقى هم المدرسين في الجامعه دي، اساتذه الجامعات. والحاجه الثانيه ان هم والاتجاه الثاني ان الجامعه هتدرس 4 تخصصات، هيدرسوا 4 تخصصات بس.
اللي هو الحضارة القديمة في الشرق، الحضارة الإسلامية، الأدب الإنجليزي والفرنساوي، والأدب العربية. هم دول الأربع تخصصات، ومدة الدراسة في السنة هتكون 8 أشهر بس. وفي 20 مايو 1908 تشكلت أول لجنة للمشروع العظيم دون، كان برئاسة الأمير أحمد فؤاد، وحسين رشدي باشا اللي هو كان رئيس الحكومة، وإبراهيم نجيب باشا. طبعا حسين باشا رشدي وإبراهيم نجيب باشا دول كانوا الوكيلين بتوع مجلس الإدارة بتوع الأمير أحمد فؤاد، وأحمد زكي باشا سكرتير، وحسين سعيد بيك أمين الصندوق، ويعقوب أرتيم باشا، وعبد الخالق ثروت باشا، ومحمد علوي باشا، وميسيو ماسبيرو وغيرهم كانوا أعضاء في الجمعية، ويوسف طبعا صديق باشا وغيرهم. وأول قرار ليهم إن هم يأجروا دور في قصر جناكليز، يبقى مقر للجامعة قصر جناكليز اللي هو مكانه دلوقتي الجامعة الأمريكية حاليا. وكان الإيجار ب 350 جنيه في السنة. وفي 12 ديسمبر افتتحت الجامعة، وكان في حفل كبير في مجلس شورى القوانين. والحفل دون حضروا الأعيان والسفراء وشيخ الأزهر وشخصيات كبيرة في المجتمع المصري. بعد كده حصل ضائقة مالية في الجامعة، بس اللي أنقذ الموقف الأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل، اتبرعت بأرض كبيرة وبمبلغ مالي كبير لمكان هيتعمل فيه الجامعة الأهلية دي، اللي هي مكانها دلوقتي جامعة القاهرة. الموقع الحالي ده كان أرض بتاعة الأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل، بس ظروف الحرب العالمية الأولى حالت دون التنفيذ. النقل دون هو هتتنقل فيما بعد للمكان بتاع جامعة القاهرة الحالي اللي هو كان أرض الأميرة فاطمة، بس ما كانش في وقت الحرب العالمية الأولى، هتتنقل بعدين، لأن الجامعة كانت بتصرف من فلوس التبرعات بتاعت الأعيان، فعشان كده اتعرضت لأزمة مالية شوية مع ضغط الحرب العالمية الأولى. بعد كده اتنقلت لمكان تاني اللي هو قصر الزعفران، اللي هو مكان جامعة عين شمس قبل ما ترجع تاني تتعمل في أرض جامعة القاهرة الحالي. وفضلت في المكان قصر الزعفران لحد بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، واتنقلت في سنة 1926 لمكانها الحالي اللي موجود في بتاع جامعة القاهرة، واتضاف ليها أقسام تانية وكليات تانية، وبقت تحت إشراف حكومي تام، واتسمت جامعة فؤاد الأول. وطبعا ما كانتش مركز إشعاعي بس، لا ده كان مركز إشعاعي وطني. مش هننسى المواقف الوطنية لطلاب الجامعة، وكانت عدة مواقف وطنية أيام الإنجليز، خصوصا لما السير صامويل هور وزير خارجية بريطانيا لما ألف بيانه إن هو يرفض إعادة الدستور، لكن الطلبة رفضوا وعقدوا اجتماع داخل الجامعة وقرروا الخروج بمظاهرات، وخرجوا فعلا في مظاهرات واتضربوا بالرصاص الحي ونزل وسقط منهم شهداء. تاني يوم قرروا إعادة تنظيم أنفسهم وخرجوا وقالوا هنخرج في مظاهرات لأسرع الدين، وخرجوا وحصل برضو أحداث مؤسفة. هنا قررت الجامعة تعليق الدراسة احتجاجا على الأعمال دي، وكان نوع من الضغط على الحكومة، لكن جهودهم تكللت بالنجاح وأيدوا الدستور سنة 1923. وغيرها من المواقف الوطنية المشرفة الكتير. وبكده خلصنا لكم حكايتنا عن جامعة القاهرة، أتمنى إنها تكون عجبتكم.